كل غرفة مكونة من 4 حيطان، بس بأماكن حيطانها ال4 تخنق، تسلب، بتطلع الروح. أنا آسفة، بس هاي القصة مش للقلوب الضعيفة. عمركم سمعتوا عن سجن بيشبه قفص العصفور؟ بس هذا القفص اللي أنا عم بحكي عنه ما بيشبه القفص اللي أنتوا عم تتخيلوه. القفص بقصتنا بارد، حديدي، ومليان قصص بتوجع. بهذا القفص مش عايش عصافير، بهالقفص بني أدمين. بتصير في أشياء قاسية ضد الإنسانية، أبشع أنواع التعذيب بتخلي بعض المعتقلين يفقدوا عقولهم. اللي دخل هذا السجن وطلع بسميه الجحيم على الأرض، وبعض الإسرائيليين بس بيحكوا عن هذا السجن بالهمسات. على بعد 30 كيلومتر من قطاع غزة باتجاه بئر السبع موقع هذا المعتقل الإسرائيلي. أهلاً بكم في سجن سدي تيمان. معتقل سدي تيمان ما بيشبه أي معتقل تاني بإسرائيل. شو هو؟ عبارة عن قاعدة عسكرية، وعدد الوحدات اللي فيه مش معروفة. وهذا المعتقل أدين بشهادات صادمة للعديد من الأسرى الفلسطينيين وحتى المعتقلين الإسرائيليين. حسب تقارير متعددة على هآرتس، في انتهاكات ممنهجة تجاه الفلسطينيين داخل سدي تيمان، طرق تعذيب جسدية ونفسية رح يكون صعب علينا شرحها اليوم. خلال بداية الحرب في غزة بال2023 فجأة بسدي تيمان صارت أشياء ما كان حدا متوقعها. حكوا عنا عملية توسيع، ومع هذا التوسيع 4 أقسام جديدة بالمعتقل. يا ترى على شو رح تشهد هاي ال4 أقسام الجديدة؟ رح أشرح لكم كل إشي خلال الحلقة، بس قبل بدي أعرفكم على حدا اسمه 090315. بسدي تيمان الأسرى ما إلهم أسامي، الأسرى إلهم أرقام. أنا الأسير المحرر مصطفى محمد دهمان من معسكر جباليا. تم اعتقالي في تاريخ 11/11/2024. طبعاً ما بنعرف كيف كان شكل المشهد بالضبط. غمضوا عيونكم، ركزوا على الأصوات وتخيلوا. شهر 11 من 2024 ألقى عليهم الجيش الإسرائيلي مناشير إخلاء داخل معسكر جباليا، وحسب كلامه ما استنوا عليهم حتى إنه ينزحوا على غرب غزة. فلما وصل مصطفى على الحاجز، الجنود اختاروه هو من بين مجموعة من الناس للاعتقال. ما بعرف لحتى هذه اللحظة إيش سبب اعتقالي. بهاي اللحظة مصطفى ما كان عارف وين رايح ولا حتى شو اللي مستنيه لقدام. لبسوه الكفن اللي هو الأوفرهول، بس الكفن هو الاسم المتعارف عليه بين الفلسطينيين. طريق في هذه الفترة تقريبا نقلونا ساعة. في هذه الساعة شفنا أشد الضرب، أشد التعذيب. يعني كانوا يقولون أهلا فيكم في الجحيم. الساعة الأولى، شو صار بالساعة الأولى؟ ساعة كنا نتمنى الموت 100,000 مرة. كان طول الطريق يعني عريانين واحنا مكلبشين، وكان مربط بينه وبين انا الشاب اللي جنبي. خلونا نحكي كلام على انفسنا، يعني مش حنقدر احنا نحكيها يعني بالاعلام. كان ظهري كليته ازرق من كتر ما كانوا يضربوا ويطفوا السجائر على ظهورنا. يعني هذه في مرحله، بس الساعه الاولى لسه في المرحله الاولى. بعد الساعه الاولى من التعذيب تم نقل المعتقلين الغزاويين للقفص، قفص العصافير، وبهاي اللحظه صاروا بسجن سدي تيمان. هلأ افتحوا عيونكم، كيف ممكن يكون شكل سدي تيمان؟ حسب تصريح لجندي احتياطي إسرائيلي من الشمال، السجن كان مقسم ل4 ساحات رئيسية. بكل ساحة كان في 2 باراكس، مناطق مخصصة للمعتقلين، بس في واحدة من الباراكس كان في مكان إضافي للقاصرين. كل باراكس كان يضم بين 50 ل120 شخص، إلا باراكس القاصرين اللي كان فيه بين 10 و20. أما بخصوص شكل القفص من الداخل، شفتوا القصف العصافير المعرج من جميع الشقات. كنا عايشين في قفص عصافير مفتح من جميع الجهات، تحصينات عسكرية اللي بتحصن فيه الدبابة. كانوا عاملينه نظام مش هقول لك شبك، لأنه هو أصعب من الشبك. وخلينا نقول إنه مصطفى بده يفوت على الحمام مثلاً. هلأ بالنسبة للبني آدم هذا إشي طبيعي، فيش فيه تفكير. بس بالباراكس في حمام واحد ل120 شخص، يعني دوره لمصطفى ممكن يجي العصر إذا هو كان محظوظ. حمام واحد، حمام بلاستيك 50 ب50 سنتيمتر على الأرض ل120 شخص.
ولما هذا الحمام كان يطوف كانت تسبح عليهم المجاري ويستنوا ليجي حدا ينظف هذا الحمام إذا إجا. كيف كانوا يعيشوا داخل البراكس؟ كل المعتقلين كانوا لابسين نفس الإشي، عيونهم مغطين بغطى لونه قريب على الأصفر. كل واحد كان يقعد على حصيرة صغيرة كثير نحيفة وممنوع يتحركوا منها، واللي بيخالف هاي القوانين بيتعاقب. مسموح لهم كل أشد التعذيب في كان يعني اغتصابات، يقول لك اختار بدك كلب، بدك عصاية، بدك جنية. في مراحل كتير للتعذيب. في مرحلة الديسكو مثلاً، اللي هي مرحلة التحقيق، اللي هي مرحلة الديسكو. هذه مرحلة الديسكو مفتوحة، أنا عشت فيها تقريباً 18 يوم، تقريباً شبه الخيمة هذه قامة 1 2 3 ل20 بني آدم. بفوتوك عليها عبارة عن سماعتين موسيقى مفتوحات بأعلى ما يمكن، صوت عالي جداً. تضلك قاعد مكلبش رجليك في ماسورة على الأرض، مكلبش رجليك فيها، بتضلك 24 ساعة الموسيقى في دينك. وهذا غير فقرة الكلاب. شو يعني فقرة الكلاب يا سارة؟ يعني فقرة القمعة أو الجمعة، هي من كلمة قمع، يعني لما يفوتوا الكلاب ويعذبوا المساجين. وفهمكم كفاية. الشباب صاروا يضطروا إنه يعترفوا شغلات هم لا شافوها ولا عرفوها عشان يرحموا أنفسهم من التعذيب. سدي تيمان لساته لغز. صحيح إسرائيل بتسميه مركز احتجاز مؤقت، بس شهادات الناس تحكي عن جحيم دائم. صحيح 090315 مصطفى الدهمان تحرر ضمن الأسرى اللي طلعوا ب2025، بس في أرقام كتير فلسطينيين لساتهم داخل القفص. يعني كانت الاعتقال، أنا تم الإفراج عني مرتين يعني من السجون الإسرائيلية. بصدق يعني هذيك الاعتقال 10 سنوات، هذا اعتقال سنة واحدة. كانت أجمل لحظة في حياتي كانت هذه خروجي من هذه السنة. خرجت من القبر إلى الحياة حقيقة. هذه الخيمة بالنسبة لي عندي قصر من اللي أنا شفته في المعتقل.